أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سيد عبد الرحمن، فني التبريد والتكييف. إن شاء الله حلقة النهاردة تبقى عن إجابة على سؤال، هو يعتبر سؤال من أسئلة المقابلات، ويعتبر سؤال مكرر كتير بيجيلي على الخاص، اللي هو إزاي أكون مبتدئ أو مش محترف كنترول وأقدر أعمل كنترول غرفة تجميد. طيب، هو الموضوع بسيط خالص، أنا هعمله لك بطريقة بسيطة، ولكن اخواننا المحترفين كنترول يراعوا ان الفيديو ده للناس المبتدئه اللي ما عندهاش احترافيه او في الكنترول، وفي نفس الوقت محتاجين يشغلوا غرفه تبريد او غرفه تجميد على سيرموستات ديجيتال. وطبعا ده سؤال انا بتساله كتير على الخاص، فانا قلت اعمله فيديو اوضح ويكون افضل للشباب اللي معانا. طيب، ايه البورد بتاعتي او ايه اللوحه بتاعتي بتعتمد على ايه، او ايه المكونات اللي فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين اللوحة كده فيها مكونات مختلفة، ولكن بتترتب على مزاجك انت، شوف انت عايز ترتيبك ازاي، فنقولهم واحدة واحدة. عندنا بنحتاج مفتاح ثلاثي عشان الباور الرئيسي، الباور سبلاي او الباور الرئيسي للوحة. مفتاح ثنائي لو انت في السعودية او في اي دولة خليجية عشان الكهرباء هناك 2 فاز. في مصر بتستخدم السنجل ومعاها روزيتا من النوع ده عشان خاطر تعملها طرف ارضي. تمام. طيب، ايه تاني بنحتاجه؟ عندنا بنحتاج 3 كونتاكتور بالاوفرلود بتاعهم، واحد سخان، واحد كومبريسور، واحد مروحة. فاز سيكونز حماية سقوط الفازات. سيرموستات ديجيتال ايا كان نوع، ديكسل او ال ولكن يكون مصمم للتجميد. مفتاح سيلكتور، ده مفتاح على حسب ما انت بتوظفه بقى، اعمل بامب داون او بتوظفه قطع رئيسي، دي براحتك انت، وهنشرح الكلام ده دلوقتي. الاي ان تي طبعا او البروتكتور موجود اوريدي في الكمبريسور، مش محتاجين نجيبه، هو بقى احنا بنتكلم على مكونات اللوحة. اللو بريشر نفس الموضوع، السولونايد نفس الموضوع، ولكن بيختلف مكان السولونايد من اللي هو من فن لفن. يعني في بعض الناس بتركبه مباشرة خلف الكويل، وفي ناس بتركبه فوق عند الماكينة، وكل حالة ولها مميزات. هو عامة محدش بيلجأ يركبه ورا الكويل إلا إذا كان في بعض الأوقات بيبقى الماكينة بعيد، فبيعملوا عند دايرتين كنترول، كل واحدة لوحدها، واحدة خاصة بالماكينة على السطح، والتانية موجودة تحت على سطح الغرفة، عبارة عن دايرة لوحدها. طيب، نبدأ نقول دي المكونات خلاص قلناها، يبقى احنا هنبدأ ازاي نوصل. طيب، الأول لازم انك انت تبقى عارف ان الشرح اللي هنشرحه دلوقتي رغم انه بسيط او حاجات بسيطة، الا انها تشغل لك غرفة التجميد بكفاءة نسبة 100%، بكفاءة توصل لنسبة 100% عادي جدا. ما تقلقش منها خالص طالما انت موصل على نفس التوصيل ده، سواء انت بتعمل الطابلو عندك في البيت او في ورشتك او عامله عند العميل. طيب، نبدأ بعد كده نقول ان عشان نسهل لك الموضوع او نقرب المسافة، ان غرفة التجميد او التبريد بتبقى عبارة عن دايرتين في لوحة واحدة. يعني ايه دايرتين في لوحة واحدة؟ يعني عندك كل دايرة لوحدها، دايرة خاصة بالتشغيل والتحكم، ودايرة خاصة بالحماية. تشغيل وتحكم اللي هو ايه؟ تفصل عند درجة كام، تخش الفوست كله قد ايه، المروحة تعمل لها تايم ديلي، الكمبرسور يتعمل له تايم ديلي، ده كله تشغيل وتحكم. طب الحماية اللي هي ايه المقصود بيها؟ الحماية المقصود بها الدايرة كل وظيفتها حماية على الكباس او بودي جارد خاص بالكباس. بودي جارد من ايه؟ من اي حاجة بقى، من
ارتفاع الفولت، انخفاضه، الامبير العالي. بص، كل ما يخص حمايه الكباس او هيضره يفصله. في الدوائر الكبيره طبعا بيتضاف الينا الاويل بريشر، ولكن ده بعيد عننا حاليا. كده خدنا معلومة عامة عن الكنترول بتاعها، وهي فعلا بسيطة ومش محتاجة. انت بس في بعض الناس بتتخض لما تفتح اللوحة تلاقي كلها اسلاك قدامهم فيحصل له رهبة شوية. الموضوع بسيط، ولكن مع الممارسة او مع انت قفلت اول لوحة لوحدك، بعد كده تقدر تحترف او تقدر تقرا كتير عن الكنترول وتكون اللوحة على طريقتك انت. تستخدم بقى نورمال اوبن، تستخدم نورمال كلوز، تستخدم الريليهات، دي كلها مرجعيات بعد كده انت بتعملها براحتك. طيب طبعا شرح النهارده بعيد عن لمبات البيان، ولكن هنبقى نوضحها في الاخر خالص. نقطة لمبات البيان عشان الناس برضو بتبقى فاكراها صعبة، لو الموضوع بسيط. تمام كده احنا هنبدأ نشوف التوصيل بتاعنا. انت بتجيب القطعة بتاعتك وبترصها في اللوحة بالشكل ده. طيب انا فاتحها لك كل حاجة بعيد عن التانية، ولكن في اللوحة بتبقى مرصوصة جنب بعضها او بترتيب معين على حسب براحتك انت. هي الخطوط ممكن تكون كتيرة، ولكن احنا لو فهمناها هتلاقي الموضوع بسيط خالص. اولا انت عندك المفتاح الرئيسي بتديله 3 فاز، وبتعمل من ال1 او اي فازة، ولكن فازة ثابتة دايما. ال1 كوبري على مفتاح الكنترول. الفردة التانية مفتاح الكنترول بتغذيها ارضي. يبقى انا كده دخلت ال وان زي ما احنا بنقول، وهنبدأ نتحكم. لو تخيلنا كده ان احنا بنرفع المفتاح ده، هيبقى التوصيل فين بعد كده؟ اول حاجة بتعملها ان انت تاخد الطرف الارضي بتمرره على السيرموستات الديجيتال، بيبقى متحدد لك عليه نقطة الان. برضه الكونتاكتورات A1 و A1 الخاصة بالكونتاكتور المراحة، و A1 خاصة بالكونتاكتور السخان. انا متجنب وجود الكونتاكتور الكمبرسور هنا عشان ما يعمليش زحمة، وانا مش محتاجه يتعمل في توصيلة تانية لوحده، زي ما احنا متفقين ان دي عبارة عن دايرتين جنب بعض في لوحة واحدة، فانا فصلتهم لك عن بعض عشان نسهل الموضوع خالص. خلاص انا وصلت الارض بتاعي، وفي فردة منه بطلعها بره. ليه بخرج ال وان بره زي ما انا عامل كده؟ عشان بنحتاج الحاجات دي في الوحدة الخارجية او في الكنترول في الوحدة الخارجية بدايرة الحماية. طيب انا هنا عشان مش عندي الرموز واضحة، الفاست سيكونس بيجي فيه نقطة نورمال اوبن ونورمال كلوز. انت بتشتغل على بتدخل من المفتاح على الكومن، وبتخرج من النورمال اوبن وبتشتغل عليه. طيب لو فرضنا ان الفاست سيكونس عندي المسافة فيه مسمار صغير ومش هيستحمل سلكين زي ما انا عامل هنا، فانت بتخرج من الفاست سيكونس بقى على روزيت صغيرة، على اي شيء توزع منه، ولكن احنا مش محتاجين كتير، احنا اخدنا طرفين بس. طيب طرف منه خرج على بره عشان يبقى شامل دايرة الحماية، عشان لو الفازات سقطت اكيد لما ده هيقطع هيوقف لي الكمبرسور بره. النقطة التانية بيروح على مفتاح السلكتور اللي ببدأ استخدمه في اللوحة عندي، اطفي واشغل منه لما احب ادخل الغرفة اجيب حاجة. خلاص اتحركنا بالحرف ال، وصلنا في السيكونس، خرجنا من الفاست سيكونس على فرعين، خرجنا واحد على البعاد الخارجية. طبعا الروزيتا دي زي ما قلنا استخدمناها في الرسم، ولكن احنا بنستخدم في التنفيذ النوع التاني اللي انا وريته لكم في الصورة، عشان ما حدش يقول ده مش روزيتا الكنترول، دي مجرد شكل توضيحي مش اكتر. دخلنا في السلكتور، خرجنا منه، رحنا على الكومن في السيرموستات ونقطة الباور سبلاي الخاصة بتشغيل السيرموستات نفسه. طب الكومن معناها ايه؟ الكومن معناها ان الفردة اللي داخلة دي السيرموستات في التشغيل الطبيعي بتاعه بيخرجها لي على 3 اماكن: على السخانات في حالة الديفروست، وعلى الكمبرسور في حالة التبريد، وفي المروحة دايما حسب البرمجة. لو انت عاملها تشتغل مع السخانات هتشتغل على فاصلها، يبقى تشتغل مع الكمبرسور فقط. والتلاجة الغرفة لما بتفصل درجة المروحة ما بتقفش في التجميد، عشان لو في نسبة تشميع تلج تبدأ هي بتنفيضها تخفف موضوع وتساعد مع الديفروست لما يجي داخل مرة تانية. تمام، نقول تاني في السيكونس المفتاح الكنترول رفعنا، وصل في السيكونس، خرج من الفاست سيكونس على السلكتور،
من السلكتور على الكومن في السيرموستات، ودخل على الكومن في السيرموستات وعلى نقطة التشغيل اللي هي الباور سبلاي بتاعته. كده وصل له ال وان، كده السيرموستات تشتغل، وحسب البرمجة الداخلية هيخرج لي هنا. طيب بسيطة، انا يعني شايفين الموضوع بسيط خالص ولذيذ جدا ومش ما يخوفش في حاجة يعني. خلاص هنفرض ان الوقت حاليا في الديفروست، فبتاخد فرتة السخان توصيل، بتخرج على النقطة 95 في الاوفرلود حسب ما انت ظبطه الاوفرلود بتاعه، وبتخرج من 96 على A2. يبقى كده انا عندي طرف السخان وصل له، كويل السخان وصل له ال 220 بتوعي، يبقى انا كده خلصت دايرة السخان. طيب الديجيتال هنا كان زمان يبقى في تايمر وفي سيرموستات مانوال يدوي وفي سيرموديسك على الكويل من جوه عشان الحراره المرتفعه، كل ده السيرموستات وفره لي في قطعه واحده زي ما احنا شرحنا قبل كده. وكمان السيرموستات ده معمول له 4 أو 5 فيديوهات شرح تفصيلي للبرمجه بتاعته وطريقه التوصيل. نيجي على نقطه الكباس. هنا نقطه الكباس غير الثلاجات الصغيره، مش بيتحكم في الكباس نفسه، لا هو بيتحكم في جزء يتحكم في الكباس بعد كده. عشان تكون اوضح، انا باخد نقطه الكباس هنا وبوديها على بره، بتروح على السولونايد ايا كان بره عند الوحده الخارجيه او راكب ورا الكويل عندي. وانا اوريدي في اول الشرح خرجنا له حرف ال، يبقى كده السولونايد هو كمان وصل له 220 يفصل ويشتغل اوتوماتيكيا على حسب برمجه السيرموستات على الدرجه اللي انا ظابطه عليها. بالنسبه للمروحه، كتير ناس بتستخدم الاوفرلود بدون بتستخدم الكونتاكتور بدون اوفرلود، ولكن في حاله وجود الاوفرلود بتتعامل نفس معامله السخان، اللي بتاخد الطرف الاول على طرف المروحه على الاوفرلود في 95 برضو، وتخرج من 96 على A2 في المروحه. يبقى كده المروحه هي كمان وصل لها ال 220 بتوعها. تمام. كده انا عندي الكونتاكتورين المتوضحين عندي في الرسم وصل لهم الدايره بتاعتهم. طيب ليه انا دخلت السلكتور؟ ليه انا مثلا قسمت هنا طرف كهرباء بره وطرف جوه؟ عشان انا عندي لما فازس تسقط يوقف لي كل الوحده بره، هحتاج الطرف ده بره في دايره الحمايه فيوقف لي الكمبرسور بره، يبقى انا حافظت على الكمبرسور. وطالما فصل عن السلكتور هيطفي السيرموستات خالص، طالما السيرموستات فصل هيفصل لي المراوح ان كانت 3 فاز، وهيفصل لي السخانات هي كمان. يبقى انا كده عملت حمايه شامله وبطريقه بسيطه في التوصيل. طيب السلكتور هنا بيقوم بحاجه اسمها عمليه البامب داون في حاله الفصل، عشان في بعض الناس بتحب توصل الموضوع ده، ولكن انا دمجت حاجتين في وقت واحد. انا خليته يطفي السيرموستات عشان هيقوم فاصل المروحه ويقوم فاصل طرف السولونايد، هيقوم عامل لي عمليه البامب داون اوتوماتيكيا. في نفس الوقت محدش ينسى السيرموستات طافي، سواء كان الفني او العامل هيبص على السيرموستات يلاقيه مفيش اضاءه، فهيعرف ان هو لسه ما زالت الغرفه ما اشتغلتش. هيجي ماشي من عند الغرفه، هيقوم رافع المفتاح بتاعه السلكتور، هتشتغل كل حاجه طبيعيه تاني. على كده دايره التحكم والتشغيل بسيطه ولذيذه ومش محتاجه تتخض منها. ودي تقرب لك المسافات كتير، ولكن انت طالما فهمت النظريه دي اعرف انك انت لمبات البيان مفيش اسهل منها بعد كده. ونروح للرسمه الثانيه اللي هي دايره التحكم، دايره الحمايه. دايره الحمايه عندنا نفس اللوحه اللي انت شغال عليها، تمام، هي نفس المفاتيح، ولكن انا شلت الحاجات اللي احنا وصلناها خلاص الدايره الثانيه، وبنبدا في دايره جديده. دايره الحمايه هنا عباره عن 3 اجزاء بس، عشان الدايره صغيره زي ما قلنا، ده حجم مثلا من حصان ل3 حصان تقريبا، والاحجام الكبيره بيخش معانا الاويل بريشر وبيخش معانا حاجات تانية لو في اي حمايات موجوده، ولكن برضو توصيلها سهل جدا بالنسبه لو انت بدات تذاكر وتقرا عنها او تشوف الكتالوج بتاعها توصلها ازاي، وبتبدا تطبقها على الدايره بتاعتك طالما انت مصمم اللوحه. فاكرين الحرف ال اللي خرجناه بره؟ هنا بدانا نحتاجه اهوت، اللي هو خارج من الفاست سيكونس، عشان لما يفصل لي الليله دي كلها اللي هي كلها عشان احافظ على الكمبرسور. طيب هنكمل. خلاص احنا ودينا طرف ارضي بره، هنوديه زي ما احنا قلنا على الكونتاكتور، زي ما احنا مرينا على الكونتاكتورات التانية. وهنا عند البروتكتور او الاي ان تي الخارجي اللي في الكمبرسور بيشتغل برضه ب ال وان ضروري، باور سبلاي له.
خلاص انا وصلت له ال وان، ببدأ اعمل كوبري بالشكل ده على نقطة 11. تمام. وبتخرج لي في عندي 14، في عندي نقطة 14 ونقطة 12. هو طبيعي جاي نورمال اوبن 14، فانا بستخدم نورمال اوبن، بستخدم 14 عشان هو في حالة التشغيل هي اللي هتوصل، وبخلي 12 عبارة عن لمبة بيان لو انت حابب تستخدمها بالتفاصيل يعني. طيب انا كده وصلت له ال والان، خدت له حرف ال كوبري عشان هبدأ اوزع منه الحمايات على نقطة 11. خدت من 11 اللي هي دي فتوضحها عندنا تحت اهيت، خدت من 11 ل 14 وخرجت على اللو والهاي بريشر. طبعا هما داخليا متوصلين على التوالي، ولو عندك في الدايره كل جزء لوحده على الوحده الخارجيه بتعملهم على التوالي، يعني مجرد كوبري ما بينهم وتكمل دايرتك عادي. يخرج الطرف الكهرباء برضو مازال معانا على نقطه 95 في الاوفرلود، يخرج من 96 يرجع تاني على ال A2 في كونتاكتور الكمبريسور. طيب لو انت وصلت للمرحله ديت وكده وصلت، ادمج الرسمتين مع بعض، هتلاقي نفسك عملت دايره كنترول تشغل غرفه تجميد صحيحه 100%، مفيش منها اي مخاوف. نيجي في نهايه الشرح بتاعنا هنوضح موضوع لمبات البيان، عشان برضو في بعض الناس حابه تستخدمه او حابه تعمل على الاقل لمبات بيان بسيطه للكمبريسور. وزي ما انت شايف هنا، انا مش عارف هو واضح عندك في الكمبيوتر ولا لا، ولكن احنا هنوضحها اكتر. طيب هو هنا عامل لكل حاجة عنده لمبة بيان، كل حاجة تقريبا. الراجل ده يعني معرفش هو، ولكن اللي على قد ما هي مميزات عشان يشخص العطل بسهولة، ولكن انا مش شايف الموضوع كده يعني زي ده. ولكن دي بترجع للمصمم نفسه اللي عامل اللوحة. عامل هنا لمبة زرقاء للسيرموستات، عامل لمبة خضراء لمروحة المبخر، لمبة اورنج او برتقاني للسولونايت فالف اللي هو البومبدون يعني، عامل لمبة بيضة للكمبريسور. دي ممكن تعتبر مهم عشان لو عندي ترب في الكمبريسور، بس احنا عندنا بنعملها حمراء. تمام. هو عامل كده للشغل الطبيعي للكمبريسور. هنا في اللمبة الحمراء اللي كنا بنحكي عليها اوفرلود كمبريسور، اوفرلود مروحة، فاست سيكونس تريب، اللو بريشر او الهاي بريشر، مش عارفة سيرمال بروتكشن اللي كنا بنحكي عليه اللي هي نقطة 12. في السيرمال ده ما شاء الله مش مخلي حاجة، هو عامل حمايات، عامل لمبات بيان لكل حاجة. ده مفتاح تشغيل رئيسي، وده عامله زي نظام مفتاح يعمل بامب داون بس. طريقة توصيل اللمبات دي ان هو بيجيب خط ارض اللي احنا وضحناه على الرسم اللي هو الاسود من ضمن التوصيل برضو من بعد مفتاح الكنترول، وبيمرروا على كل اللمبات دي نظام كوبري 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 كوبري. حتى انت لو فتحت باب اللوحة من جوه تلاقي عبارة عن كباري سودا كله، كوبري كوبري، كل ده كباري لغاية لاخر لمبة. طيب يبدأ كل اسم من دول اعتبره هو الجزء اللي عندك متوصل على الرسم وخد منه طرف. يعني مثلا سيرموستات، تمام، بياخد من لمبة دور السيرموستات ان هي شغالة، ولو كان قصده على العادي يعني بياخد من نقطة الخارج بتاعته نقطة وبيجيبها على اللمبة دي. بس السيرموستات اول ما هيلقط هيشغل ده. انا مش عارف ايه الغرض منه، لكن كل واحد وله طريقة تشغيل. المروحة طبعا من طرف الاي 2 في كونتاكتور المروحة قام جايب طرف الكهرباء. خلاص احنا خدنا ارضي وجابه هنا، مجرد المروحة تشتغل اللمبة الخضراء تنور، المروحة فاصلة اللمبة الخضراء تفصل. السولونايت فالف نفس الموضوع، واخد من اطراف التشغيل كأنك بتوصل القطعة نفسها، هو عطيها للمبة البيان بتاعتها. هو مستخدمين 974 هو الديجيتال. الفاست سيكونس نفس الموضوع برضو، عاملها على النورمال كلوز اللي بتيجي مقفولة عشان لو حصل تريب ينور. الاوفرلود هنا بيختلف شويه، لان الاوفرلود فان اللي هو الفان بياخد من النقطه التانية في الاوفرلود. احنا ما شرحناش هنا عشان ما نصعبش الموضوع، ولكن هنوضحها حالا. طيب كده تمام. نرجع للاوفرلود عشان في نقطتين ما شرحناهمش، هو اضطرينا ان احنا نجيبه. انا كنت مش عايز اجيبه عشان ما نصعبش الموضوع على نفسنا. طيب هنا الاوفرلود زي ما احنا
خدنا نقطة 95 و96 تحكم أو حماية. هو برضو عايز يعمل لمبة بيان، فهنا عندنا نقطتين تانيين اللي هما نقطتين التريب، فبياخد كوبري من هنا لتقريبا 97، والنقطة الخارجة دي بتقوم رايحة على لمبة البيان. يبقى هنا لما يحصل تريب عندي هيعمل حركتين، هيفصل لي الاوفرلود عشان يوقف كونتاكتور الكمبريسور، وهيشغل لي لمبة البيان عشان اعرف ان في تريب او في مشكلة عندي في الكمبريسور. كده وصلنا لنهاية الشرح. يا رب يكون بسط الموضوع على ناس كتير، ويكون لبيت طلب الناس اللي بعتت لي على الخاص طريقة وتبسيط شرح الكنترول. ونفس النظرية دي تنطبق على أي لوحة أو على أي مكونات أنت بتستخدمها، سواء كانت تبريد أو تجميد. في نهاية الفيديو بتاعنا بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.